متواصلون دائما معكم مشاهدينا الكرام في هذا المباشر، برنامج هذا الصباح الذي يأتيكم مباشرة من الإخبارية للتلفزيون الجزائري. تتابعون بعد قليل، بعد حوالي نصف ساعة، الحصاد الثقافي وبعده الأخبار الرياضية. أما الآن فنمر إلى ملف الصحراء الغربية، هذه القضية العادلة لتحقيق المصير في هذا اليوم المصادف للإعلان عن حقوق الإنسان. للحديث حول محور الإعلام الصحراوي في مواجهة التشويش المغربي على عدالة القضية الصحراوية، ينضم إلي مباشرة عبر الهاتف الإعلامي حمى المهدي، مدير مواقع إلكترونية بوزارة الإعلام الصحراوية. سيد المهدي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، صباح الخير لك ولكل جمهورك الكريم. صباح الخير سيدي. إذن أبدأ معك الحديث من هذا اليوم المصادف لليوم العالمي للإعلان عن حقوق الإنسان والقضية الصحراوية. تعيش هذه الفترة العصيبة الانتهاكات المغربية المتواصلة على الأراضي الصحراوية المحتلة، وفي المقابل صمود الصحراويون شعبا وقيادة في وجه هذه الاعتداءات. ما هي الكلمة التي قد توجهونها للمجتمع الدولي أنتم كإعلاميون في هذا اليوم الذي يكرس حقوق الإنسان؟ في البداية اسمح لي أن أحييك وأحيي كل العاملين في التلفزيون الجزائري، ومن خلالهم كل إعلاميين جزائريين على المرافقة الإعلامية لكفاح الشعب الصحراوي ونقل قضايا الشعوب المقاومة. وهذا ليس غريبا على جزائر الأحرار ومكة الثوار التي رسمت تاريخها الثوري الناصع بتضحيات ودماء 1.5 مليون من الشهداء. في البداية يعني هذا الإعلام الوطني الصحراوي هو تجربة نشأت في خضم الكفاح والمقاومة. الاستعمار يعتمد التيم ومحاولة طمس الحقائق وكل ما له صلة بالقضية الصحراوية، وشن حملات الدعاية على كفاح الشعب الصحراوي والتشويش على نضاله العادل. لكن بالرغم من هذه التسارع الإعلامية الكبيرة، استطاع الإعلام الصحراوي المقاوم تحقيق الفارق ونقل القضية الصحراوية إلى الصحافة العالمية وإلى الرأي العام الدولي، وفضح الفاعلين الدوليين في بسط المظلة على الاحتلال المغربي ومحاولات القفز على القانون والشرعية الدولية بالمناورات السياسية. وبالتالي يعني محاولة إخفاء هذه الجرائم، ونحن نتحدث اليوم العالمي لحقوق الإنسان، محاولة إخفاء هذه الانتهاكات المستمرة والفظيعة في حق الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة التي تحولت إلى سجون كبيرة تنتهك فيها كل القيم الإنسانية وكل الحقوق الإنسانية وتصادر فيها الحريات والآراء. وبالتالي هناك أيضا بالأرض المحتلة هناك إعلاميون يجابهون هذا الاحتلال من الداخل بوسائل بسيطة وبإمكانيات متواضعة، لكنهم استطاعوا بهذه الإمكانيات البسيطة اختراق جدار الصمت ونقل للعالم مشاهد هذه الانتهاكات ومشاهد الحصار والقمع. ورغم أن الكثير منهم زج في السجون ومورست ضد الكثير منهم تلفيق التهم ومصادرة والتضييق على عائلاتهم ومحاولة قطع يعني الأرزاق، وتتواصل يعني هذه الحملات والاعتقالات، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت حملة واسعة من الاعتقالات ومداهمات لمنازل الصحراويين. في الأيام القليلة الماضية فقط شهدت يعني المناطق المحتلة اعتقال عدد من القصر، يعني أربع قصر تم اعتقالهم، بينهم الطفل القاصر ياسين سليمة هلاب 16 سنة، الشاب منير الخنكي 18 سنة، الطفل القاصر بدر بونوار 16 سنة في نفس اليوم. هناك أيضا محاولة اعتقال مدون الصحراوي إبراهيم مريكي عضو مؤسسة نشطاء الإعلام وحقوق الإنسان، اعتداء على منازل الصحراويين، كان بينهم الاعتداء على منزل مدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان عيسى المستامس. إذن الاحتلال المغربي يصعد في هذه الآونة حربه ضد المدنيين الصحراويين مع عودة الحرب إلى الصحراء الغربية.
أكيد أن كل هذه الانتهاكات والاعتقالات المتواصلة تعرقل مسار السلام، وأيضا تضع القضية الصحراوية الآن ضمن الأولويات من أجل ضمان تطبيق حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها. طيب، ما هو الخطاب الإعلامي المعتمد اليوم للرد على هذه الحملة؟ الخطاب الإعلامي المعتمد اليوم هو لابد أن تتضافر جهود كل الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية وإغاظ الضمير الحي في العالم من أجل الضغط على الاحتلال المغربي لكسر هذا الطوغ البوليسي والحصار العسكري والإعلامي المفروض على الصحراء الغربية، والسماح للمنظمات الحقوقية والدولية والصحافة العالمية والمراقبين الدوليين بزيارة هذا الإقليم المحتل وفضح الانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية وتقوم بالتستر عليها بكل الأساليب والوسائل. بالتالي لا بد من تضافر الجهود، ولا بد من عمل يعني مشترك ومواصلة الضغط على الاحتلال المغربي لفضح هذه الانتهاكات ولكسر هذا الطوق الإعلامي المضروب على المنطقة. وأيضا لتبيين الحقائق سيد المهدي بشكلها الحقيقي والفعلي بعد حملة الدعاية المغرضة، وأيضا التشويش من خلال الأخبار الخاطئة التي ينشرها الإعلام المغربي. نعم بكل تأكيد، يعني الإعلام المغربي والدعاية المغربية تأسست على المغالطة وعلى تزوير الحقائق. يعني لا يعقل على أنه الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي ذهب والمملكة المغربية يتفقان على مخطط تسوية برعاية أممية ويجلسان كطرفين للنزاع، ثم نقرأ في وسائل إعلام رسمية مضللة تتحدث بخطاب يعني دعائي تهجمي لا تعترف به بالطرف الآخر، وتحاول طمس الحقائق ومعطيات الميدان وتحاول تغليط الرأي العام الدولي، وحتى على أنه نسب الأكاذيب لبعض المسؤولين. نحن مثلا حينما نتحدث عن نعطي مثلا مقارنة بسيطة بين وكالة الأنباء المغربية الرسمية التي نسبت تصريحات لرؤساء دول، يعني تصريحات مكذوبة وحرفت تقارير دولية، ما جعل هذه الدول تصدر يعني بيانات تفند وتوضح حقيقة المغالطات. وآخر مثال هو قضية جنوب إفريقيا التي فندت الإعلان المغربي الأخير حول القضية الصحراوية. نعم، يعني هذا دليل على إفلاس هذا الإعلام المغربي الرسمي. يعني إذا كان الإعلام المغربي الرسمي يمارس هذه المغالطات بشكل فاضح وينسب تصريحات ويحرف كلام رؤساء دول، فكيف بالإعلام والأذرع الإعلامية المخابراتية التي لا يقال على أنها رسمية؟ وهناك مثال آخر سيد المهدي هو محاولة الاستيلاء على الثقافة والتراث الصحراوي أيضا من خلال نسب اللباس الصحراوي إلى جهات أو هكذا جهات مغربية في الآونة الأخيرة. وهناك في المقابل حملة في الفيسبوك في المواقع الافتراضية للتصدي وللتعريف أيضا بالتراث الصحراوي الأصيل الذي يعود فعلا للشعب الصحراوي. هناك هذه استفزازات مستمرة من الاجتياح المغربي الغادر للصحراء الغربية في خريف 1975، وبالتالي هناك استلاب ثقافي وفكري، هناك حملات لتغيير ديموغرافيا المنطقة من خلال أمواج بشرية، جلب أمواج بشرية من المستوطنين المغاربة لتغيير ديموغرافيا المنطقة. هناك يعني كما شرطي الزي التقليدي الصحراوي، وهناك برلمانيين لبسوا هذا الزي التقليدي واصبحوا ضحوك لانهم لا يعرفون طريقه ارتداء الزي التقليدي الصحراوي، وبالتالي اصبحوا ضحوك في مواقع التواصل الاجتماعي، وحركت هاشتاجات للتعريف بالهويه الصحراويه وللانتساب لها من قبل كثير من الصحراويين. دعيني فقط ارجع للنقطه. وهنا الدور يقع على الاعلام من اجل التعريف بالهويه الصحراويه. كيف تحشدون التأييد والتضامن الدولي، وكيف تقومون بالتسويق للقضيه الصحراويه وايضا للثقافه الصحراويه وايضا التعريف بكل هذه الاعتداءات واسماعها الى المجتمع الدولي سيد المهدي؟
الهوية الصحراوية هي أحد عناصر الكفاح الوطني، وهي واجهة أيضا للكفاح الوطني مع الاحتلال المغربي، لأنه هناك تمايز كبير بين الهوية الصحراوية والهوية المغربية، وبالتالي الهوية الثقافية الصحراوية هي هوية متميزة جدا في المنطقة، وهي من الأمور التي تبين بكل تأكيد عدم وجود أي علاقة بين يعني الشعب الصحراوي والشعب المغربي في جانب الهوية. وبالتالي هناك يعني تمسك الصحراويون بأصالتهم وبهويتهم الوطنية جعلهم دائما يعني يحافظون على هذه الهوية. وبالتالي رغم الحملات التي مارسها الاحتلال المغربي لمنع لباس الملحفة، منع لباس الدراعة، منع الخيمة والتخييم على الشواطئ الصحراوية، محاولة ضرب هذه الهوية في العمق باستهداف اللهجة الحسانية، باستهداف كل مكونات هوية الصحراء، محاولة كما قلت تمييع هذه الهوية بأمواج المستوطنين المغاربة ونشر المخدرات ونشر الدعارة ونشر يعني الحشيش المغربي لإفساد الشباب الصحراوي وسلخوا عن هويته الوطنية. ولكن رغم كل هذه المحاولات اليائسة الشباب الصحراوي والشعب الصحراوي يدرك في اليوم وأكثر من أي وقت مضى بأن الحرب هي حرب مستعارة على كل الواجهات، وبالتالي تستوجب اليقظة وتستوجب يعني رفع كل درجة هذه اليقظة إلى أقصى درجات. نعم، أشكرك جزيلا سيد حماء المهدي، الإعلامي ومدير المواقع الإلكترونية بوزارة الإعلام الصحراوية. شكرا لكم جزيلا على انضمامكم لنا عبر المباشر وعلى هذه المداخلة. إذن مشاهدينا متواصلون دائما معكم. يحيي الشعب الجزائري غدا ذكرى مظاهرات 11 من ديسمبر 1960، هذه المحطة الفارقة في تاريخ الثورة التحريرية المظفرة، والتي أبانت عن حق الشعب الجزائري آنذاك الثائر في وجه فرنسا الاستعمارية في الحرية والاستقلال، والذي قوبل بالظلم الاستعماري المعهود في هذه المظاهرات التي أسفرت عن وقوع العديد من الشهداء، والتي كانت أيضا مهدا للنيل الاستقلال في 5 من جويليا من العام 1962. ورقة في الموضوع من إعداد غنية وعدية. في 11 من ديسمبر 1960 خرج الجزائريون على اختلاف أعمارهم في مظاهرات سلمية أرادوا من خلالها التأكيد على مبدأ تقرير المصير للشعب الجزائري ضد سياسة دوغول الاستعمارية، حيث عبروا عن رفضهم للإبقاء على الجزائر جزءا من فرنسا في إطار فكرة الجزائر الجزائرية من جهة، وعبروا أيضا عن رفضهم لموقف المعمرين الذين كانوا يحلمون بفكرة الجزائر فرنسية من جهة أخرى. أحداث 11 من ديسمبر وقعت وثورة تعيش عامها السادس، وتزامنت وزيارة دوغول للجزائر التي شرع فيها في 9 من نفس الشهر بعد مرور 2.5 سنين على توليه رئاسة الجمهورية الفرنسية. انتهج خلالها كل الأساليب العدوانية والهمجية لإخماد ثورة المجيدة، فانفجر الشارع وعبر عن تجنده وراء مبادئ جبهة التحرير الوطنية، فكانت الانطلاقة من حي بلكور، حملت الراية الوطنية وهتف باستقلال الجزائر والجزائر مسلمة. رد المستعمر كان قويا بالقمع والأسلحة الثقيلة ضد متظاهرين عزل، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة واعتقال الكثيرين. لتكشف مرة أخرى الحقيقة